السلام عليكم، شلونكم؟ رجعت وياكم بفيديو جديد. أبي وياكم أقول بسم الله. طبعا اليوم سوينا كيكة قياس 26. تنفع تكون للعيد ميلاد. مثل ما قلت لكم أنا بالتزيين وذاك البدل، يعني هالتزيين هدا تشوفوه. أتمنى يعجبكم. حبيت إنه أوصل الفكرة إنه أي وحدة تقدر تسوي كيكة بالبيت حتى لو بشكل بسيط. أنا منزلة مقادير الكيكة، سويناه على شكل مربع وهذا الشكل الدائري الثاني. وهاي مقادير الكيكة: كوبين ونص طحين ونص كوب نشا. طبعا أنا خليتني بهاي الكاسة، وست بيضات. هاي بديت أضيف الست بيضات وأبدأ أضيف فوقها المقادير. اليوم راح أسويها العجانة مال الكيك. أنا سبق وأن نزلتها بالخلاط اليدوي، يعني هي تنفع حتى بالخلاط اليدوي. كان يعني قلت لكم المشبك مال عجانتي مكسور. استخدمت الذراع الثاني بنفس الطريقة تقريبا. هاي درت الشكر كوب ونص، ودرت الفانيلا شوية، نكهة برتقال، نكهة فانيلا، وضفت المحسن ورشة الملح. الطحين المقادير 3 أكواب، سبق وأن قلت بسابق الفيديوهات. كوبين ونص الطحين والنص الفوقاني نشا، يعني يصير المجموع 3 أكواب. ودرت خل عن الزفارة، نسيت كنت أحكي وياكم. وهاي كوب وربع مي. هاي الكيكة مقاديرها تاخذ كوب وربع مي ضبط، لا تطلع عندكم لا يابسة ولا ناشفة، هشة وترفة وكلش طيبة، حتى يعني ما تحتاج تسقوها. طبعا خلطت المواد وضفت المي، وبالأخير ضفت الطحين. وهاي بعد ما خلطتها تقريبا أخذت من عندي وقت 10 دقائق. أنا حامية الفرن على درجة 180 حميان مسبق، وخليتها على الرف الوسط مثل ما تشوفون. هاي خليتها وبدأت تستوي، وهنا راح أطفي الفرن عليها وأعوفها بالفرن، ما أطلعها حتى ما تنصدم وتهبط عندي، أخليها محافظة على شكلها. طبعا استخدمت هذا الجدر، يعني الحوافة تكون حادة، يعني لأن ما استخدمهن خلتهن للكيك استفاد بيهن، يعني تتقيدون بأي قالب من الكيك. إيش عندكم متوفر بالبيت استخدموه. وهذا ارتفاعها كان 5 أصابع، ارتفاع كلش حلو. وهاي قلبناها وخليتها تبرد وابدي اشتغلها. اتمنى ما تنسونا باللايك والاشتراك، لان اللايك والاشتراك يحسن من مستوى القناة، واكون ممنونة من عندكم. هاي 3 أكواب كريم شانتي، وراح اضيف عليهن كوبين مي بارد واخلطهن مثل كل مرة. هاي واحد وهذا الثاني. كيكة اللي ما تعرف تحب تجرب، انه تبدي بكيكة بسيطة وتزيين حسب الرغبة، واللي تريد تتقن التزيين تخلي رسمة قدامها او فد ديزاين تقدر تطبق عليه. وهاي الكريمة جهزت عندي. وهاي الكيكة بعد ما بردتها راح ابدي اقصها. طبعا راح اسويها 3 طبقات. راح احشيها بالكريمة وكريم الكراميل انا مسويته، وصوص الكاكاو طبعا احنا مسويه بالبيت بدينا. الكيكة هاي ما تحتاج لا اسقيها ولا، يعني هي هشة ما يحتاج لها. يعني بالقوة مسيطر عليها من هشاشتها. طبعا انا للامانة ما بردتها هواي لان بسرعة اشتغلتها. بصراحة بنتي يعني سوت كيكة بديها وخربت، رادت تتفاجئ بيها صديقتها، قالت لي ماما سوي لي كيكة، لان صديقتي انا موعدتها بكيكة تجي يمي ونحتفل بعيد ميلادها. ولبيت يعني طلبها، ما حبيت افشلها، وبنفس الوقت قلت اصورها وانزلها لكم. وبكل الحالات احنا راح ناكلها.
هاي ضفت الطبقات كريم الشانتي وضفت كريم الكراميل، وهنا راح اخلي فوقها الطبقة الثانية الكاكاو. انا مسرعة الفيديو حتى ما يطول عليكم. طبعا انا مقطعة متعمدة من الفيديو يعني بهواي تفاصيل، بس للامانة يعني كانت الكاميرا متحركة ومطلعتني بهواي شغلات فما كنت منتبهة، فقطعت بالفيديو يعني اكو هواي تفاصيل انا ما اظهرتها، لان ما كنت منتبهة على الكاميرا، لان كانت الكاميرا ماخذتني، فهواي تفاصيل كانت مبينة ما حبيتها يعني تطلع، واعذروني يعني. وهاي بديت ازينها على كيفي، يعني اخذوا وقتكم، لا تزهقون وتملون وتقولون ما تصير وتخرب. لا انا همتين اول بداياتي بالكيك هم كنت ازهق وامل، بعدين صارت عندي الشغلة كلش عادية. طبعا انا خلى مي عندي بسراحية مثل ما يقول او بدولكة عميقة، ابل السباتولا بيها حتى املس بيها. طبعا هاي انطيتها مثل ما يقول سقلتها مرة واحدة، وراح همتين اسقلها مرة ثانية مجرد املي الفراغات. هاي مثل ما قلت لكم يعني اكو هواي تفاصيل كانت ظاهرة بالفيديو واني دا احاول اخفيها. استخدمت هاي الفورمة الروسية، طبعا سعرها كلش رخيص ب1000 دينار، موجودات از مستلزمات اهل الكيك تلقوهن، يعني تعطيك شكل الوردة، وهواي اكو فورمات كلش حلوة تقدرون تستخدموها. شكل الوردة يعني هي شكلها شكل الوردة، الفورمات الروسية ما يحتاج يعني تشكلين او تظلين تتعبين شلون راح تسويها، تعطيك هذا الشكل الحلو. اتمنى التزيين يعجبكم مثل ما قلت لكم، يعني اني مثل ما يقول وحدة تزينها على قدها. بس والله انا بالكيك يعني مو لان انا اسويه، الكيك اللي اسويه كلش هش وترف وطيب. يعني وحدة تتعلم لا تقول اني ما اعرف، كل شي سباعيات وكل شي تقدرين تسوين هذا الشي، اللي تخلي بالها بشي تقدر تسويه وتنجز بيه. طبعا هذا صوص الكاكاو اني مسويته، سويت نص كريمة والنص الثاني بهذا الشكل بالكاكاو. وهاي فورمة النجمة الصغيرة، فورمة النجمة الصغيرة بديت اسويها بهذا الشكل. وهاي كانت كيكتنا، اتمنى تعجبكم. وهذا شكلها النهائي. اتمنى تعجبها وتعجب صديقتها. بنهاية الفيديو اقولكم مع السلامة وفي امان الله، والتقيكم فيديو جديد. مع السلامة.